السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة بفيديو جديد، وصفة جديدة، وهنعمل مع بعض كيكة الشاي اليومية. هنعملها في الخلاط بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة ومكونات متوفرة في كل بيت. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة هبتدي ان انا احضر المكونات الجافة. عندي هنا كوبايتين من الدقيق خلاص المنخول طبعا، وعندي نص كوباية من النشا المنخولة برضو، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبرضو بنخل البيكنج باودر زي ما انتوا شايفين. مهم جدا ان انتي تنخلي كل المكونات الجافة. عندي نص معلقة صغيرة من الملح، وهقلب كويس جدا المكونات الجافة دي كويس جدا مع بعض. بعد كده هبتدي احضر المكونات السائلة وفي الخلاط زي ما اتفقنا. انا هنا كده نزلت ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة. خلاص هنزل كمان بمعلقة كبيرة من الخل الابيض، وهنزل كمان بنص معلقة صغيرة من الفانيليا البودر او السائلة اللي بتفضليها تقدري انتي تحطيها. بعد كده هضربهم كويس جدا في الخلاط لغاية لما القوام يكون لونه فاتح معايا. وبعد ما لون البيض فتح معايا كده زي ما انتوا شايفين، هبتدي ان انا انزل بالسكر. معايا هنا كوباية وربع من السكر، وهرجع اضرب كويس جدا برضو في الخلاط. هبتدي بقى ان انا اضرب السكر مع البيض، ولازم اتأكد ان السكر داب تماما. خلاص كده. طبعا عايزة افكركم ان الكوباية اللي احنا بنعاير بيها بتكون نفس المقاس ونفس الحجم في كل المكونات، مش بنغيرها خالص. وبعد ما اتأكدنا ان السكر داب معانا كويس جدا، هنزل بكوباية الا ربع من الزيت النباتي اللي ملوش ريحة خالص. بعد كده هبتدي اضرب الزيت مع باقي المكونات واحدة واحدة كده، خلاص بالتدريج. ما ينفعش ان احنا نحط المكونات مع بعض مرة واحدة ونضربهم مع بعض مرة واحدة. تمام كده. وبعد كده هبتدي ان انا اضيف على باقي المكونات معايا كوباية من اللبن الدافي خلاص، وهنزل كمان بمعلقتين كبار من الزبادي، وده اخر مكون معانا النهارده. بعد كده هبتدي ان انا اخلط اللبن والزبادي مع باقي الخليط كويس جدا مع بعض، بحيث ان هو يمتزج بشكل كويس جدا مع بعض. بعد كده ببتدي ان انا انزل بالخليط السائل زي ما انتوا شايفين كده على المواد الجافة اللي كنا محضرينها مع بعض في اول الفيديو خالص. عشان كده انا بدأت بيها وحضرتها هي في الاول في البداية، علشان بمجرد ما اطفي الخلاط على الخليط بتاعي انزله على طول على المواد الجافة، وابتدي ان انا اقلب زي ما انتوا شايفين كده من تحت لفوق، علشان احافظ على الهواء جوه الكيكة. بعد كده بنكون طبعا محضرين الصينية بتاعتنا، بنكون دهنينها بزيت او سمنة باي مادة دهنية. بعد كده بنبطنها بالدقيق، وبننزل بخليط الكيكة بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بنكون مشغلين الفرن قبلها بحوالي 5 دقايق او 10 دقايق على درجة حرارة 180. بندخل الكيكة بتاعتنا، مش بنفتح خالص الفرن قبل نص ساعة. ممكن بعد نص ساعة تقدري انت تفتحي وتختبري الكيكة بتاعتك وتشوفيها محتاجة وقت اطول ولا لا. ممكن تحتاج معاكي كمان 5 دقايق او 10 دقايق كمان على حسب الفرن بتاعك. تمام كده. انا هنا بخبط كده الصينية بحيث ان انا بطلع اي فراغات ما بين الكيكة، علشان ما يكونش مسام الكيكة بعد ما بنقطعها تكون واسعة. لا، انا بخبط كده عشان اطلع اي فقاقيع هوا موجودة جوه. وده شكل الكيكة بتاعتي بعد ما طلعتها بعد حوالي 40 دقيقة. خلاص سبتها يعني تبرد شوية صغيرين كده، وبعد كده ابتديت ان انا اقلبها زي ما انتوا شايفين. طالعة بجد بسم الله ما شاء الله حلوة جدا زي ما انتوا شايفين، لونها حلو قوي وفاتحة جدا من جوه، يعني لونها فاتح قوي. لسه هوريها لكم دلوقتي. عايزة اوريكم الكيكة بتاعتنا من جوه قد ايه هي هشة ولونها فاتح قوي، وكمان مرتفعة زي ما انتوا شايفين. بجد حلوة جدا، حلوة جدا جدا، تحفة. طبعا تقدري تقدميها مع الشاي، انا شخصيا بحبها جدا مع الشاي. تقدري تقدميها مع شاي كرك، مع اي حاجة بتفضليها. بس كده الفيديو النهاردة خلص، ووصفتنا كمان خلصت معانا. كيكة سهلة بسيطة وسريعة كده ومش مكلفة خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.